آخ يا حنان. آخ يا المستقبل قلت لك آخ يا حنان. مرحبا كيفكم؟ يا ربدي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. التحدي اليوم تحدي كتير حلو، لانه اليوم رح ناكل اكل معين بلون معين ليوم كامل، واللون هو اللون الاخضر. فاليوم عجبتني بس ان هي ما تعرف شو هو اللون، فهلا هي عرفت. فلا رح تروحوا معنا على السوبر ماركت وعلى اماكن كتير مشان نجيب من اكلات طيبه اللون الاخضر. فخليكم معنا، لا تضغطوا على زر لايك شير سبسكرايب وتضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا بالقناه وتدعمونا يا احلى عيله وخلونا نكبر. وفيا خليكم معنا وامشوا مشان نروح على السوبر ماركت يا أحلى فاميلي. ليتس جو. صباح الخير. صباح الخير يا احلى متابعين. طبعا اليوم راح نبدا باول وجبه، وراح نبدا كمان بنفس الوقت بالتحدي لليوم، وهو كان انه ناكل ليوم كامل لون اخضر. انتوا ما انتوا شايفين حتى الناس لابسه اللون الاخضر، انا كمان يعني شوي لون اخضر. بس هلا نحن راح نسوي وجبه الفطور مع بعض، فمتحمس كثير. وانا كمان متحمس كثير لأن حابب اشوف انه كيف راح تكون الوجبه والغداء والعشاء. فخليكم معنا. او شو بدك تقولي؟ يا جماعة أنا متعودة إنه بس في الصبح بشرب مي، بس هلا لا ما راح أشرب. هلا ما في لا مي ولا هيك، ونحن بعدين متعودين انه بالايام بالاسبوع يعني عادي انه ما ناكل ما نفطر، يعني ما نفطر هيك شاي ومش هالشغلات هاي. بس ناكل فواكه بالمدرسة، يعني في الصبح بروح على المدرسة وناكل هيك الافطار بيكون هو الفواكه وهيك، وبعدين في خبز. فبس يوم السبت والاحد لما يكون في الأمر نفطر مع بابا وماما. فاليوم متحمس وحاب يعني نفطر هون بالبيت، فيلا خليكم معنا ويلا نروح نجهز الفطور. طبعا يا جماعة هلا عم قطع الكيوي. وانا عم سوي البانكوك هون بقولوا له بهولندا، بس ما بعرف شو اسمه بالعربي، بس هلا رح تشوفوه بس نخلصه. وانا عم اخلطه مشان يتماسكوا مع بعض ويناسوا. عم نتقطع الكيوي، فيعني قربنا نحن نخلص. شو انتم شايفين هون؟ خلصنا البانكوك قلت لكم عنه، وكل شيء هلا هون حاليا لونه اخضر. والناس هلا عم تجيب لنا عصير لونه اخضر عم تسوي لنا اياه، لانه كمان اشترينا عصير لونه اخضر. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اوه ماي جاد، بيشبه السلايم. وهاي هي العلبة تبع العصير. هاي علبة العصير كمان لونه اخضر، يعني حظنا حلو. وهلا حاليا كل شيء لونه اخضر، حتى الصحن لونه اخضر، والبانكوك لونه اخضر مثل ما شايفين هون. هون عندنا كيوي، عندنا عصير، عندنا خلطة سرية ماما سوت لي اياها. لا عن جد خلطة سرية، لأن هي شوكولا وما الشوكولا كمان لون اخضر، لون اخضر مثل ما شايفين. وهلا رح نبدا. في أنس بدك عسل؟ لا ما بدي عسل انا. ما رح اقطع هي هون. اخذ هيك وحط من الخلطة السرية شوي شوي كثير. اخذ لي حبة كيوي هيك ولفهم هيك على بعض واستمتع يلا. والله طيب. البانكوك نفسه طعمته كتير طيبة. طبعا حتى البانكوك ماما هي سوتنا اياه، لانه ما جبنا جاهز، نحن ماما هي سوتنا اياه، حتى علمتنا الطريقة كيف سوت يعني. حتى نحن بعدين بالمستقبل فينا نعلمكم انتم كمان كيف تسووا. عن جد طيبة كتير، أطيب فطور أكلته بحياتي. طيب كيوي كمان مرة، لأنه عن جد عجبني كتير كتير طيبة. هون عندنا كمان فواكه، عنب، تفاحين كمان
اوه ماي جاد، طعمة شو؟ طعمة الخوخ او تفاح. هيك شي لونه اخضر، بس عن جد كثير طيب. طبعا هاد كان فطورنا. الحمد لله رب العالمين، خلصنا فطور وهلا متحمس مشان اعرف شو هو رح يكون الغدا اليوم، فخليكم معنا ومشان يصير وقت الغدا ونسوي. هلا كمان انا طلبت مرة ثانية ماما تسوي لي هاي المرة الثانية لانه عن جد كثير طيبة الطريقة تبعت ماما، عن جد يعني خلطة، عن جد خلطة سرية. واخيرا صار هلا وقت الغدا، فهلا رح نسوي شوربه. شوربه الخضار باللون الاخضر، لانه هون عندنا كل شيء لونه اخضر مثل ما انتم شايفين، عندنا سبانخ وشغلات كثيره. فهلا خليكم معنا ورح نسوي الشوربه. طبعا هون عندنا كل الخضار وماما قطعت لنا اياه، وهون في عندنا كمان بازاليا، فهلا كلهم رح نحطهم هون ورح نحطهم على الغاز وننتظر لما يخلصوا وناكلهم. يومي رجعنا لكم وصار وقت الاكل الغداء. فهلا صار وقت الغداء مثل ما شايفين الالوان الخضراء روعه. فهون عندنا شوربه كلها اخضر وفيها كثير شغلات من اللون الاخضر، فما في شيء غير اللون الاخضر. هلا مشان افرجيكم اياها كمان، هي عن جد بتجنن، شيء عن جد بشهي. هلا راح ناكلها معكم ورح نعطيكم راينا كمان فيها. اوكي يلا نبدا مياس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه يلا انت ابدأي. والله العظيم ما كنت متوقعها، عن جد طيبة، عن جد طيبة كثير. لحد الآن يعني ما كل شيء اللي أكلناه نحن لحد الآن كله طيب، يعني الفطور وجبة الفطور كان، وهلا هاي عن جد ما كنت متوقع إنه راح تكون هيك طيبة. عن جد بنصحكم تجربوها. أنا كمان. وأصلا كلها مفيدة، السبانخ كل شيء. حتى السبانخ فيها مادة الحديد، يعني عن جد شوربة مفيدة كتير. بس شوي ساخنة كمان، بس عن جد كتير طيبة. عجبتني كتير، يعني أنا مستعد آكل منها كل يوم. يمي طيبة كتير، الله يعطيك العافية ماما. اي ماما، لأنه كمان ساعدتنا فيها، بس المشكلة ما في شي ناكلها جنبها، يعني إذا بدنا ناكل خبز جنبها لازم يكون لونه أخضر، يعني بس السوق لحاله. بس صح إنه ما في شي جنبها، بس عن جد هي وجبة كاملة، لأنه كل الخضروات المفيدة كل شي إنه فيها. طبعا هلا بعد الغداء رح نطلع مشوار والمشويات، بس نرجع إنه يكون وقت العشاء وتكون هي آخر جولة لليوم، ويكون نحن إنه ختمنا اليوم بكل شي لون أخضر أكلنا. فعن جد يعني لحد الآن الأكلات والطعمات بتجنن، ما كنت متوقع أنا خصوصا الشوربة السوق ما كنت متوقع إنها هيك طيبة كتير. وحلو التحدي إنه عن جد كتير حلو صح؟ إذا حابين نسوي التحدي نفسه كمان مرة اكتبونا تحت بالتعليقات، اكتبونا كمان أي لون، يعني أكتر تعليقات بيجي مثلا عن اللون مثلا الأصفر أصفر، فراح نسوي إن شاء الله عن قريب كمان اللون الأصفر. يا جماعة أنا حابة اللون الزهري، بس ما في أكل يعني قليل بيجي لون زهري إنه الأكل. وراح نسوي نحن كتير ألوان، راح نحاول نسوي أكتر الألوان، راح نسوي أكتر من لون، راح نحاول حتى يعني الألوان الصعبة ما نجي من حتى مثل ما قالت ميناس إنه شوي اللون الزهري إن شاء الله حنحاول نسوي كمان، لأنه كتير صعب، مشان يحلى التحدي كمان. صعب إنه تلاقوا الأكل إنه لون زهري كلياته بقلبه كل شيء. هلا صحيح المرتديلا صح؟ لا نحن رجعنا من مشوارنا وصارت الدنيا ليل، فهلا شو صار وقت انه نتعشى، ونحن عشانا فواكه اليوم، ومو اليوم كل يوم، لانه عشانا دائما يكون خفيف، اكثر شيء انه يكون بس الغداء. اول شيء عصير، عندنا عصير عنب، كيوي، تفاح خيار. اوكي هذا هو الصح، فجينا صحنك او صحني، هذا هو صحننا مثل ما شايفين. كمان الدنيا ما بعرف اذا طالع بالكاميرا،
جد صار وقت انه العشاء. إيه. واذا لاحظتوا كمان حبوشي انه التحدي اذا بدكم تسووا باللون الاخضر اغلب الاكل بيكون كله صحي. ايه لأنه صح. الصبحيات كان اكلنا صحي، مم. يعني وقت الفطور وقت الغداء كمان كان صحي وهلا وهلا كمان صحي. فهذا الشيء الحلو باللون الاخضر. ايه صح. فشو رايك نبلش لانه كمان شوي جوعان. هون كمان عندنا عصير كيوي. جوعانة كتير. صعب اكل التفاح لانه انا حاطه تقويم. ايه صح. وما بس التفاح كمان شغلات غير. العصير عن جد عجبني كتير. شو هو اكتر شيء عجبك اليوم؟ اي يعني الفطور ولا الغداء ولا هلا العشاء؟ كل شيء. ما بقدر اقول بفضل. كل شيء طيب. الفطور كان كتير طيب والغداء كمان. وهلا العشاء. عنب. انتو كمان جربوا هالشي، يعني كتير حلو انه تسلوا كمان نفس الشي. هلا كمان حاب لكم لانه اليوم عن جد ما اكلنا غير من الاخضر. هلا في بعض العالم يمكن يسووا التحدي بس بعدين بس يطفوا الكاميرا بيروحوا يبلعوا غير شغلات غير الوان. فلا عن جد لانه اكلنا الفطور وبعدين ما اكلنا شيء، صار وقت الغداء وبعد ما اكلنا الغداء طلعنا مشوار ورجعنا، يعني ما اكلنا غير لون اخضر عن جد. فهذا الشيء كمان حلو. صح تصو؟ صح تصو. اخ يا حنان. اخ يا المستقبل من اجلك. اخ يا حنان. خطيرة. اخ يا حنان. اخ يا حنان. حبيت المستقبل من اجلك. اخ يا حنان. اخ يا حنان. حبيت المستقبل، حبيت الدنيا من بعد. كفو الاحساس. صحيح ما ادري. يا جماعة أنا بحب التفاح الأخضر أكتر من الأحمر بحسه. وهيك القاسي بيكون هيك حامض. الحمد لله. أنا بحب لأنه شيء حامض وهيك. طبعا مثل ما شايفين هاي كانت آخر وجبة لليوم، ومثل ما شوفناكم نحن إنه كانت الدنيا ليل وعن جد هاي كانت وجبة عشاء. فعن جد اليوم استمتعنا باليوم كتير وهذا كان التحدي اليوم، يوم الأخضر. ايه تحدي أكل ليوم أخضر. عن جد كان تحدي كتير حلو بنفس الوقت صحي، وكل الأكل اللي أكلناه يعني كتير طيب. كتير أكتر شيء طيبة الشوربة عن جد كتير. أنا ما توقعت هيك رح تطلع طيبة. بعتقد هاد كان نهاية الفيديو. حاب من هون انهي الفيديو، وانا بحبكم كتير ومن ناس كانت تحبكم اكيد. فاكتبوا لنا كمان افكار فيديوهات حلوه، لانه هذا الفيديو كمان احنا شفنا تعليقاتكم حلوه انه اعملوا هالتحدي، فنحن حبينا نعمله. واكتبوا لنا هيك غير تحديات حلوه، ولا تضغطوا على زر لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم بفيديو جاي. باي. وحاب احكي كمان شغله حلوه انه بيني وبينكم يا متابعيني، انه حاب تدعمونا بالفيديوهات، تنشر فيديوهات لاصدقائكم، لانه عن جد هلا نحن فتره انه عم نشوف انه التفاعل صاير على القناه ما له كثير زياده مثل قبل، ومن من ناحيه المشاهدات واللايكات. فحاب انكم تدعمونا مشان نرجع مثل قبل واحسن، واللايكات والمشاهدات الحلوه. نشر الفيديو لاصدقائكم، الفاميلي، كله لكل العالم. عن جد يعني احنا عم نتعب هالتعب كله وعم نسوي تحديات وشغلات مشان بس انتو تكبسوا على بس كبستين، هي زر اللايك والاشتراك يعني، وفيكم كمان
تنشروا الفيديو، يعني ترسلوا لأصدقائكم لأهلكم. فعن جد يعني بتمنى تقدروا هالشي هاد، ونحن عن جد بنحبكم كتير، ولو ما بنحبكم نحن كان ما سوينا هالشغلات هاي، وكان بالأساس ما فتحنا قناة. فعن جد نحن بنحبكم وحبيت لكم هذا الشي من قلبي. ما خليت لي شيء. بس لا عن جد خذوا الموضوع بجد واشتروا القناة وضغطوا على زر لايك بليز. لا بليز.